انا شايف ما بين كوستاريكا واسبانيا. يعني انا حتى تحس ان لويس انريكي رايح عايز يغامر باي طريقه ان هو يفتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، عنده مشاكل كبيره جدا مع الاعلام الاسباني. انا شايف استبعاد ديخيا لم يكن صحيح. ديخيا لو مش واقف في مانشستر يونايتد، مانشستر كل ماتش هيشيل 3-4 اجوان. ديخيا عامل موسم عظيم. هو ما بيبنيش لعب، بس هو احسن حارس مرمى، واحد من احسن حراس المرمى. تياجو الكانتارا نفس الكلام في الخط الهجومي اللي عنده. معلش يعني خبرات داني اولمو في الدوري الالماني مختلفه عن لعيبه كتيره جدا ما ضمهاش للمنتخب. لكن هو في الاخر لويس انريكي عودنا ان هو مدرب عبقري. لكن انا بشوف كوستاريكا كمنتخب، لا منتخب كويس جدا، منتخب كويس جدا وبيلعب كره سريعه، ومنتخب عنده عناصر كويسه وبيعرف يقفل دفاعيا. هتخبطها ولا هتقول لا المانيا؟ انا اتوقع المانيا كوستاريكا. هنخبطها اوكي، يبقى المانيا اول، كوستاريكا تاني، بعد كده عندنا بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا. تستغرب وليد الركراكي هيعملها؟ اتوقع كرواتيا والمغرب. اوبا. بص انا على فكره انا معاك ان بلجيكا على قد ما هم جيل ذهبي، جيل عجوز، بس على الجيل العجوز بالذات خط الظهر، جيل عجوز. الدرفيلد وفيرتونجن والهجوم اصابه لوكاكو مأثره. وسط الملعب اكسل فيتسل ما عادش الورقه الرابحه ايام ما كان موجود في بروسيا دورتموند ولا لما كان موجود في زينت. نفس الكلام توماس مونيه. ايدن هازار اسوأ ايامه. ثورجان هازارد ما هواش اللعيب اللي عنده الحل. بعدين اللعيبه اللي كانت بتعرف تمسك كوره في وسط الملعب للمنتخب البلجيكي وبتساعد دي بروينا، اهمها اتنين ما اعتقدش ان هم عادوا بنفس الكفاءه. ايدن هازار رقم واحد، ورقم اتنين تيليمانز مظبوط ما عادوش بنفس الحيويه اللي موجوده. ولوكاكو الاصابات لعبت بيه، لعب موسم سيء الحظ فيه مع تشيلسي. اللي يشوف لوكاكو مع الانتر انفجر، عمل كل حاجه، تشيلسي كسر الدنيا وعمل كل حاجه، وكان بيلعب لوحده وكان بيبني الهجمه وبيصنع اللعب. واوقات كتيره كنا بنشوف لوكاكو بيتحرك في الضربات الثابته صح، بس انا بشوفه جيل عجوز. فانا مع المنتخب البلجيكي، مع المنتخب الكرواتي. منتخب منظم جدا، منتخب بيلعب كرة كويسه، اللعيبه عندها انتصار نفسي. يمكن هو كوفاتشيتش اللي ما بعدش ايامه الجميله، بس انت لما بتتكلم على مستوى بريزيتش، بتتكلم على مودريتش، بتتكلم على المجموعه كلها. بالاضافه لمنتخب المغرب اللي انا ببارك لصديقي عبد الرزاق حمد الله رجوع للمنتخب المغربي. راس حربه تحتاجه المغرب في الوقت ده. المغرب المشاكل مع وحيد خليلوزيتش كانت عامله جزء من العنصريه ما بين اللعيبه مع بعض، وبداوا في المغرب يقولوا اصل ده مش مولود في المغرب، اصل ده وليد الرجراجي. الصراحه خطوه الاتحاد المغربي ان هو يجيب مدرب اسمه وليد الرجراجي. يعني انا يمكن من فتره يا احمد كنت بعلق على مباراه هنا عندنا في الدوري المصري، اتكلمت على وليد الرجراجي، وان وليد الرجراجي قال لي ان الدوري المصري من اصعب الدوريات اللي اتمرن فيها. ووليد الرجراجي كمدرب هو ناشئ نشأة صح، بتأسس كويس في الكوره. اكاد اجزم ان اصحابي اللي في المنتخب المغربي كلهم على علاقه اكتر من ممتازه بوليد الرجراجي. انا متفق معاك جدا يا رب. وبالتالي احنا هنحط كرواتيا اول، مغرب تاني.